واحدة بتبعت لواحد صور ليها في أوضاع مش كويس، واحدة متجوزة وقاعدة في بيتها محترمة وليها عيالها وربة أسرة وقاعدة فاضية على النت. دخل لها واحد تي 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 تي، انت الوردة اللي مدفونة، انت الجوهرة المكنونة، انت اللي انت وعمال يلعب بدماغها. جوزها طبعا بيجي من الشغل، الراجل تعبان، بيوصل الليل بالنهار عشان خاطر يكفي البيت. اصل هو ما بيقوليش يا جوهرة ولا بيقول لي يا وردة مكنونة، يا وردة مدفونة. والراجل خلي بالك يا عيني مكفي على وشه، وهي وقعت مع واحد قاعد مشتري كارت فكة من امه وقاعد عمال يلعب بدماغها. بعتت له صورها، قال لها لو ما جيتليش انا هعرف التيت والتيت والتيت والتيت. راحت له عشان خايفه من الصور، راح مصورها وهو تيت 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 وهو بيعمل معاها اللقطه. يعني انت خفت من الصور، راحت مطيناها في 60 طين. المهم يا عيني روحت بيت، تروح له وتجيله، يروح لها ويجي لها، خلاص بقى الدنيا بقت سهله. خلاص بيهددها بالفيديوهات والصور، وكل ما تروح يعمل لها فيديو جديد. جوزها عرف، مشي وراها، طلع وراها، دخل عليهم، ليهم في هذا الوضع. القصة الحادثة متصورة في هذا الوضع. راح مموتهم الاتنين ونقدر يجري على السلم هو واخوه. الناس اتلمت فيه ايه؟ انا غسلت شرفي، انا عرضي، انا وانا. واحد تاني اتعمل فيه نفس الوضع، بس دخل قال له قوم البس وروح على بيتك عشان خاطر عندي بنات ومش عاوزهم يشيلوا الفضيحة. انا هنا مش عارف يعني مين الصح. اتفضل، يعني عاوز اعرف مين الصح، اللي هو ما قال له قوم البس وامشي وانت على بيت ابوكي ورقة الطلاق هتوصل لك، ولا اللي خد حقه؟ في ناس كتير تدخل يقول لك لا طبعا اللي خد حقه وقتل. هو خد حقه وقتل، بس ضيع نفسه وضيع مستقبله وضيع عياله. ما هي بيتواصل عار. خلي بالك بنت قاعده ما وراهاش حاجه عماله تبعت الصور لحد ونفس القصه يهددها. قومت انت يا بنتي وانت يا ست الكل لما تكوني قاعده على الموبايل ما ينفعش تبعتي لحد صور، ما ينفعش تقولوا له خد اتفرج. ما هو انت كده بتبقى رخيصه، انت كده بضاعه رخيصه. يعني انت بتعرضي بضاعتك على طب انت متوقعه اللي ورا التليفون ده مين؟ ممكن يتحط لك صوره مهند وهو واحد عنده 50 سنه ولا واحد 45 سنه ويهددك ويلعب بدماغك. ليه يا جماعه الكلام ده؟ ليه ما نخلي بالنا شويه ونتجه لربنا سبحانه وتعالى، وربنا يسترها على بناتنا وعلى حريمنا. والفضا وحش، الفضا وحش، وفي ناس وقله الدين وحش، والبعد عن الدين وحش. يا ريت تخلي بالكم من نفسكم قبل ما تخلي بالك من جوزك، وتخلي بالك من ابوكي، وتخلي بالك من اهلك. ابوكي لما بيشيل الطين عشان يطلعك في السماء، يا ريت ما تشيلهوش الطين وتنزليه 7 أرض. ويا ست الكل يا اللي جوزك مش عاجبك اتطلقي منه، اتطلقي منه وروحي مع الجحش اللي انت عاوزاه، وسيبي العيال وسيبي الراجل يشوف دنيته. صباح الفل، وربنا يسترها على بناتنا وعلى بنات المسلمين اجمعين وغير المسلمين، عشان الناس بتدخل يقول لك انت لا، وغير المسلمين. يسترها على بناتنا كلها وحريمنا كلها يا رب. وكل واحد بيعمل في بنات الناس انا ببشرك كما تدين تدان.